خوتي صباح النور عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي الحبيب. تبارطاجاو ليا شي فيديوهات ديال اولاد مليون ونصف على الطاي كيسبوا في الام ديال جلاله الملك نصره الله الله يرحمها. اللي نبغي نقول لكم اولاد مليون ونصف على الطاي، غدا غادي ندخل لداري، داكوغ، انا مسافره، غدا غادي ندخل لداري واجيو تفرجوا في العطايه ديالكم، داك مليون ونصف على الطاي ديالكم غدا نشرشمهم لكم، اوكي؟ وما يجيش عندي شي واحد يقول لي لا الاموات وما نعرف شنو ما نعرف شنو، يماكم منيكها لكم غدا، اوكي؟ غدا ان شاء الله. تحياتي لولاد بلادي وبنات بلادي، لن نستسلم. العياشة راهم داروا الأفراح والليالي الملاح بعد ما أعلنت فرنسا لدعمها مشروع نتاع الحكم الذاتي. طبعا هذا الأمر لا يشكل مفاجأة للملاحظين، لأنه احنا عارفين من قبل بأنه هذا أصلا اقتراح فرنسي منذ البداية. المهم في هذه المعادلة هو أنه الصحراويين وكلامهم وموقفهم هو الصح، ما راهوش موقف فرنسا ولا الامريكان ولا سويسرا ولا اي بلد في العالم بما فيهم الجزائر. الراي في الاخير هو راي الشعب الصحراوي الذي يريد ان يقرر مصيره بنفسه، سواء قبل بذلك المجتمع الدولي او لم يقبل، لانه اخر شيء يبحث عنه هو اعتراف الاخرين بهم. الثوار الجزائريين لما داروا الثورة نتاعهم ضد فرنسا ما كانوش يستناوا الاعتراف تاع دول العالم، بالعكس شفنا أنه أصدقاء فرنسا وقفوا معها في حربها ضد الجزائريين. أيضا ما يحدث الآن في فلسطين، الشعب الفلسطيني لا يهمه إطلاقا موقف فرنسا ولا موقف الأمريكان ولا موقف إسبانيا ولا موقف أيا كان. الشيء الوحيد اللي يعرفه الشعب الفلسطيني هو أنه صاحب الأرض وسيحررها ولو بآخر نفس، آخر رجل ممكن أنه يكون يتنفس على هذه الأرض. إذن فرحة العياشة بموقف فرنسا وبكلام فرنسا يؤكد على أنه العياشي ما عندوش ثقة أنه هذيك بلاده، بالإضافة أنه الحكم الذاتي يعني بشكل أو بآخر ما هيش سيادة كاملة على منطقة الصحراء الغربية. يعني هم في البداية قبلوا باش يقسموها مع الموريتانيين، قبلوا وعرضوا على الجزائر أنها تقسم معهم، لكن الجزائر طبعا رفضت تلك القسمة، وكل الذي قاموا به مسيرة خضراء باش يديروا ما يسمى بوضع اليد على تلك الأرض وإثبات أنها ملكيتهم. الكلمة في الأول وفي الأخير ليست لفرنسا وليست للولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى للجزائر. الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب الصحراوي وللمقاومين الصحراويين وللمناضلين الصحراويين، سواء المرابطين في الأراضي المحررة هناك واللي راهم جاهزين، راهم على أهبة الجاهزية والاستعداد أنهم يدافعوا على أرضهم، أو سواء اللاجئين اللي هم أيضا ما همش مسامحين في أرضهم، ما همش مسلمين بها. إذن الاعتراف الدولي بالنسبة لصاحب الحق هو آخر الاعتبارات. يعني أفرحوا أنتم بفرنسا وإسبانيا، ولكن صاحب الأرض هو الذي سيقرر في الأخير.